السلام عليكم. اليوم بغيت نحضر معكم حرشه بواحد النكهه خاصه، يعني غير النكهات اللي مولفين كنعتادوهم. على بركه الله نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. خديت حنايا عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه، غادي ندير معاها معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، والحلاوه كتبقى على حساب كل سيده وشنو. غادي نبسبسها هكا بيديا، من بعد غادي نضيف عليها تقريبا ربع كاس ديال الزيت، زيت المائده. صافي غادي نحاول نبسبس هذا الخليط هكا. ندخل فيها داك الزيت، الكميه ديال الزيت اللي درت هنا. من بعد ما بسبست هذا الخليط غادي نقص منه واحد شويه، هو اللي غادي نقرص به الحرشه ديالي. من بعد هنا من بعد غادي نضيف باقي المكونات اللي عندي هنايا معلقه ديال العسل باش كيعطي هذاك اللون الاحمر، هنايا الزيتون مقطع. هذا هو السر اللي بغيت نشاركو معكم، كتجي لذيذه به بزاف. الزيتون مقطع كتجي زوينه، كنقطعوه مزيان، ولا كتاخذوه واخا كتاخذوا داك المقطع من المحلات كتزيدوا نتوما تقطعوه مزيان باش ما كيجيش باين بزاف، يعني حتى كيعض بنادم عاد كيحس بداك الزيتون. صافي غادي ندير هنا ساشي ديال الخماره، غادي ندير هنايا واحد ساشي ديال فاني، من بعد غادي نبدا نضيف الماء تدريجيا، الماء غير من الروبيني عادي. وانا ما كنعجناش، يعني راه غير بالرؤوس الاصابع كنحاول ندمج العناصر كامله. هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده، غادي نحاول ندخلها غير هكا بالرؤوس الاصابع ديالي. هنا خديت المقلاده نتا بشويه ديال الزيت، غادي ندوز عليها داك الخليط اللي كنا نقصنا شويه قبل. صافي غادي نديرو هكا في الاول، صافي هنا ملي دهنت هاد المقله ديالي بالزيت رشيتها بشويه ديال ديك السميده اللي نقصت قبل. صافي غادي نضيف هنايا داك الخليط ديال السميده، غادي نبقى نمشيها هكا حتى غادي نوزعها على المقله كامله. بعد ما قرصتها غادي ندير لها داك الخليط اللي كنا نحيدنا قبل عاوتاني من الفوق، نرشو مزيان. غادي نرش هكا مزيان تنكمل الكميه اللي عندي. صافي غادي نحاول نمشيها هكا على داك على الحرشه كامله. من بعد غادي ناخذ واحد المعلقه باش نقادها مزيان، غادي ناخذ لها هكا على الجناب. صافي غادي ندخلها للفران طيب. صافي هاني كملتها كامله، كيعطيها واحد الفورمه اللي هي مقاده. صافي غادي ندخلها للفران من بعد نرجع معاكم. هنا من بعد درتها طيب، غادي نتقلها بواحد خشبه. هنايا عندي انا خشبه
ولا الصينيه اللي عندكم متوفره، غير باش ما كديرش ديك الفقاعات اللي كدير في الوسط، باش تبقى عاطيه الشكل ديالها جميل. ومن بعد نرجع نكمل معكم. الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا كتجي لذيذه. غادي نقطع معكم واحد الطريف. كتجي هشيشه بزاف كما كتشوفوا غير في التقطاع. الحرشه بعد ما كملتها كتجي على هذا الشكل هذا ولذيذه بزاف. داك الزيتون اللي ضفت لها كيعطيها واحد النكهه خاصه، يعني غير النكهات اللي مولفين عليهم في كاع الحرشات اللي كانت نديرو. ونتمنى الفيديو يعجبكم وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.